فضلت واقف قدام الصورة، صورتي معلقة على حيطة أوضتي. وشي فيها كان هادي زيادة عن اللزوم، بس عينيا كانوا بيبصوا عليا كأني أنا اللي جوه الصورة مش العكس. قربت منها سنة والقلق كان هيشل رجلي. مديت إيدي، لمست الإطار، بارد، برودة قبر. سمعت صوت من ورايا، متلمسهاش. لفت ما لقيتش حد. الصوت رجع تاني، بس المرة دي طالع من الصورة نفسها: إحنا هنا علشانك. رجعت خطوة والصورة بدأت تتغير. وشي اختفى وظهر مكانه مشهد قديم، شارع نفس الشارع بس أنظف وأوسع، والناس لابسة لبس زمان. وسمعت صوت راجل كبير في السن بيقول: البيت لازم حد جديد. الصورة اتقربت وبقيت شايف ست واقفة قدام البيت. أمي كانت صغيرة وشكلها مرعوب. حد مسك إيدها وصوت قال: ده دوره. صرخت: لأ. والصورة وقفت فجأة. الساعة على حيطة الأوضة رجعت تتحرك، لكن بالعكس. الساعة 12:10، 1:12، 00، 11:59. الباب خبط خبطة واحدة تقيلة. بصيت في العين السحرية، ما شفتش حد بس سمعت الهمس: اسمك اتكتب قبل ما تتولد وانت فاكر نفسك دخلت بالغلط. الباب اتفتح لوحده. الطرقة كانت موجودة تاني والبيت مستنيني. دخلت، بس المرة دي كنت فاهم. الصور على الحيطان كان تحت كل واحدة اسم. قريت الأسماء، لقيت تاريخ واحد مشترك، نفس يوم ميلادي. وقفت قدام صورة فاضية، إطار بس من غير وش. الصوت قال: لسه فاضل اختيار واحد. سألته: اختيار ايه؟ قال بهدوء مخيف: تحل مكاني ولا نخلي الصورة تكمل؟ حسيته بالإطار بيسحبني. صرخت وقاومت، لكن الأرض اختفت من تحت رجلي. آخر حاجة شفتها كانت صورتي وهي بتكتمل. فوقت على صوت المنبه. الصبح. الأوضة عادية، مفيش صور، مفيش ساعة واقفة. قلت: كابوس. قمت ألبس وأنا خارج بصيت على المراية. انعكاسي كان موجود، بس وراه كان في باب